النهارده على روحه، على فوزه بنتيجه كويسه، ومجموعه كبيره جدا من الزملكاويه طبعا على الروح الرياضيه لمجلس اداره النادي الاهلي، المهندس محمود طاهر وجميع اعضاء المجلس الحقيقه اللي برضو اشادوا امبارح بالروح الرياضيه لنادي الزمالك، وقالوا هارد لك نادي الزمالك. وده الحقيقه اخلاق طيبه جدا، ودي يعني اللي هتوصل الكوره، ودي اللي هترجع الجمهور تاني، ودي اللي هتعمل حاجات كتير جدا. نروح للحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي. حاج محمد مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير عليك. ازي حضرتك يا حاج؟ وحشني. الله يخليك كابتن سيف، وشك حلو ده علينا كده كلنا. يعني الحقيقه امبارح النادي الاهلي مكاسب امبارح بالجمله، يعني غير الثلاثه بونت، فرحه الجماهير امبارح، اداء جميل لفريق النادي الاهلي. بس انا عايز اقول لك حاجه يا سيف، الحمد لله رب العالمين على الفوز حلو، بس امبارح وخلص خلاص. احنا عندنا ماتش مهم جدا لا يقل اهميه يوم السبت ان شاء الله عن ماتش الزمالك ب3 بونت، ولسه المشوار طويل، الدوري لسه 17 مباراه. يعني انا كنت بقول لك خلاص والدوري اتحسب بقى الكلام ده، لا مش عايزين احنا نهمد. احنا لسه عندنا تارجت بطوله الدوري العام ان شاء الله، عندنا الكاس وعندنا افريقيا. فده ماتش وخلص و3 بونت والحمد لله ربنا كرمنا وخدناهم. اي ماتش جاي نفس اهميه ماتش الاهلي والزمالك. ان شاء الله ربنا يكرمنا عشان نكمل البطوله للاخر كده بالروح دي ان شاء الله باذن الله. حاج محمد، يعني الناس كلها برضو بتتساءل يعني مصير الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، يعني هل كابتن زيزو مكمل مع الفريق؟ هل استقريتوا ان شاء الله باذن الله ان في حد اجنبي؟ والله كابتن سيف انا بستغرب على الطرح دوت. كابتن زيزو مشرف عام على الكوره، يعني النهارده حتى المدير الفني جاي يبقى هو مشترك في القرار. النهارده في دور كبير جدا بيعمله الكابتن عبد العزيز، مش للفريق الكبير بس، للقطاع ككوره ككل. فاحنا لازم تكون كل الثقه من الجمهور في مشرف عام على الكوره في مجلس اداره النادي الاهلي، اللي فيه صالح واللي فيه خير النادي الاهلي هو اللي هيتم في الفتره اللي جايه باذن الله. تمام. برضو سؤال يا حاج محمد، هل ممكن ان هو لو مش سي في قوي اجنبي ممكن يكمل كابتن زيزو لحد نهايه الموسم؟ ما ده اللي بقول لك عليه دي رؤيه الجهاز الكره بالكامل، وعلى راسه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي ومجلس اداره ومفوض على مجلس اداره الباشمهندس محمود طاهر. نشوف الرؤيه دي ايه اللي فيه صالح للنادي الاهلي في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله، هو ده اللي هيتم يعني. طيب ما كانش حد قوي وبيليق باسم النادي الاهلي وهيضيف في المرحله اللي جايه ديت، مفيش مشكله في اي حاجه. سؤال برضو مهم يا حاج محمد، يعني ملعب النادي الاهلي في اللقاءات القادمه هو ايه؟ يعني في لقاءات النادي الاهلي ملعبه هيلعب على ايه؟ والله ده سؤال جميل جدا يا كابتن سيف، وانت بصفتك راجل كنت عضو بارز في اتحاد الكوره مش حد يقول لنا احنا دخلنا ما بين الملاعب، ما بين هنا لفينا مصر كلها. انا نفسنا في ملعب، احنا طبعا طالبين 3 ملاعب، يعني احنا حاطين الطرح بتاعنا طالبين استاد القاهره والدفاع الجوي او برج العرب. يمكن احنا عاملين بنلف من هنا وهنا 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 وما عندناش مشكله وما بناخدش الملاعب كحجه بالنسبه لنا خالص. بس احنا عايزين حاجه ما بين الثلاثه دول بس يعني. طب هو سؤال يا حاج محمد، الملف ده مش ممكن تعملوا وفد وتروحوا تقعدوا مع وزير الداخليه وتاخدوا موافقه على ملعب معين؟ يعني انتوا النهارده النادي الاهلي زي الزمالك كده، يعني الاهلي والزمالك في مصر مفيش حاجه ثانيه، مفيش كوره ثاني، كل نادي منهم بيمثل مصر وكل نادي منهم حاجه كبيره. النهارده يعني لازم يبقى في موافقه على ملعب تلعب عليه. طبعا بس في حسابات كتيره جدا للداخليه وشأنها وليها حسابات كتيره، واحنا بنحترم طبعا رايهم اولا واخيرا يعني. وعشان كده احنا لازم نكون احنا عامل مساعد مش عامل ضغط. فده احنا مش مشكله بالنسبه لنا نلعب على اي ملعب، بس نبقى عارفين بس راسنا من رجلينا. يعني لسه النهارده جاي لنا خبر ان ماتش حتى الطبيعي راح السويس. يعني بعد ما كنا هنلعب في اتروسبيت راح السويس. فاحنا ما عندناش مشكله، بس احنا نفسنا في رؤيه مستقبليه نلعب ده فين. يعني لغايه دلوقتي تقدر تقول لي يا كابتن سيف احنا هنلعب ماتش المصري فين؟ محدش عارف لسه لغايه دلوقتي. صح. طيب ماتش المصري متاجل لسه لغايه دلوقتي مش عارفين. ملف الجمهور مش عامل لك ازعاج؟ يعني ابتدت العلاقه تبقى مع الجمهور ومجلس اداره النادي الاهلي بقت متوتره. يعني الحقيقه انتوا كانت نفسكم طويل جدا مع جمهوركم وحاولتوا معاه اكتر مره وتفتحوا الملعب والناس تخش، وبعدين اخر مره تصريحات المجلس ان بمنع الجمهور من دخول الملعب، والجمهور الحقيقه يعني مش يعني لازم يتجاوب شويه، لازم الجمهور يهدى شويه. انتوا اكتر مجلس في العالم وسعتوا نفسكم مع الناس. بس يا كابتن سيف انا مش عايز الخص الجمهور النادي الاهلي، الجمهور اللي هو 70 80 مليون واحد
في 10 ولا 15,000 ولا 5 ولا بتاع، لا جمهور النادي الاهلي اكبر من كده. جمهور النادي الاهلي بيحب ناديه وبيخاف عليه، عمره ما بيأذي ناديه. جمهور النادي الاهلي مش ما بتجيش بغلط ولا بتيجي باستعداء. مش ده، انا مش عايز الخص ده في الجمهور، انا يمكن هو ده اللي عامل لي مشكله ان انا ارجع الجمهور. يعني اللي بيحصل الخروج على النص دول مش جمهور النادي الاهلي، اللي بيحب النادي الاهلي بيقف جنب النادي الاهلي وعايز يرجع امبارح قبل النهارده للاستاد. صح. يعني كل الخطوات، كل اللي بيحصل ده، في ناس بتاخر مش بتقدم. اللي بيعمل كده عارف ان هو كده بيأخر قرار رجوع الجمهور. صح. ملهاش حل مع الشباب دي يا حاج محمد. احنا عايزين جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي احنا اتربينا معاه وطلعنا لقيناه في المدرجات وادينا ب 120,000 على طول. عندك حق والله، عندك حق. ده اللي يرجع تاني. بس هو يا حاج محمد برضو الناس دي برضو سارقه المشهد، يعني الناس دي سارقه اللقطه، الناس دي هي اللي مديه صوره احنا اللي موجودين واحنا اللي بنحمي، رغم ان الزمالك كسب الدوري الكاس من غيرهم، والاهلي الفتره اللي فاتت قاعد بيخسر ماتشات بسببهم. يعني الامور معقده جدا. احنا دلوقتي دوت يا كابتن سيف، احنا عايزين الجمهور الاصلي، الجمهور اللي بيحب النادي، هو اللي يقف حوالين النادي. صح. هو اللي يحوط حوالين النادي ويخاف على النادي. صح. عشان لازم العمله الجيده هي اللي بتطرد العمله السيئه. صح. اولا واخيرا يعني. عند حضرتك حق. بشكرك يا حاج محمد. شكرا يا كابتن سيف، كتر خيرك. شرفتني ونورتني، بشكرك شكرا.